وعدتكم في اللايف ان انا هكمل القالب ده واوريكم شكله في الاخر. طبعا احنا عملناه سوا ونقينا الالوان سوا ونقينا الجسم يكون اصفر فاتح، وبجد طلع زي ما انا عايزاه واحلى كمان. طبعا كله برايكم، وفعلا رايكم كان حلو المره دي. شايفين اللون تحفه ازاي؟ استنوا اعمل لكم زوم عشان تشوفوا. ايه رأيكم؟ بجد طلع اللون جميل جدا. يلا بينا بقى نصبه على الشمع في القالب. احنا كنا اخترنا مع بعض ان المناخير تكون لونها بني وبني غامق، فهتشوفوا برضو شكلها في اخر الفيديو. يعني هنا بدأت اصب الشمع. طبعا انا بصب على درجة حرارة 75 ل70، احنا اتفقنا وقلت لكم قبل كده، بس بقول لكم تاني عشان نأكد المعلومة. كده خلاص صبيت القالب وهستناه بقى ينشف خالص. زي ما عودتكم بسرع الفيديو والشمع بينشف علشان ما تزهقوش، وكل شوية اعدي عليه اطمن ان الشمعة لونها حلو ولا لا. قعدت استنيته وانا باكل الايس كريم بتاعي لغاية لما نشف خالص، وبتهيألي خلاص جه وقت ان احنا نشيله سوا من القالب بتاعه. يلا بينا نشيله من القالب. لقيت اوريدي الشمع فصل عن الاطراف، فكان بصراحة ان انا اشيله من القالب سهل جدا. وزي ما انتوا شايفين بتأكد من كل ناحية ان هو خلاص فصل عن القالب، وببتدي اشيل الشمعة بالراحة. طبعا هي نشفت خالص فما فيش اي مشكلة ومش هتتكسر، فبشيلها عادي وانا مطمنة. وبصوا بقى اكتر حاجة كيوت هتشوفوها في حياتكم في الفيديو ده. جاهزين؟ ترارارا، ايه رأيكم؟ بجد تحفة تحفة تحفة، وعجباني جدا جدا جدا. دي ممكن طبعا تشتروها واحدة، وممكن تشتروها للأسبوع تكون توزيعات. واحلى حاجة فيها ان هي بتقف. هنا بصور لكم الديتيلز بتاعتها. بفكر النقط اللي عليها دي الونها كمان بني. قولولي في الكومنتس ايه رأيكم في الفكرة دي، لو الون النقط دي كلها بني وتبقى منقطة ولا لا. هنا بصورها لكم وهي واقفة، وبجد عجباني جدا، تبقى لذيذة قوي في التوزيعات. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون عجبكم وعجبتكم الزرافة التحفة دي، وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي حلوين.